السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهارده جيت لكم بقى بوصفة جديدة من الفراخ اللي احنا تبلناها مع بعض. النهارده هنعمل ريزو كنتاكي. وما بقولك ريزو كنتاكي فانا مش بقولك اي ريزو وخلاص، لا ده هو الريزو بتاع كي اف سي الاصلي بالظبط. انت حتى اول ما تعملي اول حاجة هتشمي الريحة اللي انت بتشميها. مثلا عارفين لما بنبقى معديين من قدام اي مكان فيه كي اف سي، عارفين الريحة دي؟ انتوا هتشموها بجد. بس امشي ورايا بالتفاصيل. الوصفة دي انا بعملها ليا يعني من 2011، كام سنة كده دلوقتي؟ مش عارف احسب، بس يعني من زمان قوي. فامشي معايا على الخطوات بالظبط، وفي حاجات هقولها لك لازم تعمليها عشان يطلع معاكي مظبوط بالظبط، وتدعيلي وما تدعيش عليا. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجة بقى هنا هنقطع البصل اللي هو بتاع الريزو. انتوا طبعا بتشوفوا اكيد الريزو، الرز بيبقى بيتعمل من الرز المصري وبتلاقوا فيه بصل عادي جدا. فاول حاجة، اول مكون معانا هنا هنقطع البصل ونحطه في الحلة. اول حاجة هنا طبعا بتاع الحاجة القديمة، عشان عارف ان انا بصور بيجي في الوقت اللي انا بصور فيه. هحط ايه؟ معلقة سمنة محترمة كده. عادي بقى، عندك سمنة زيت اللي انت عايزاه حطيه. انا دلوقتي هعمل لكم اول حاجة في الرز، تمام؟ هنا وننزل هنا بالبصلة. لسه ما سخنتش بس عادي. واحد لما بيقف في المطبخ ما عندوش مواعين ولا عنده حاجة والدنيا رايقة وداخله اطبخ الساعة 4، ف بيبقى الطبيخ بقى اللي بمزاج ده بيطلع حلو قوي. فاحنا هنستنى شوية على البصلة. يمكن لما قربت لكم اهو، قربت لكم. بس اول بقى هنستنى شوية بقى على البصلة دي، واقول لكم ايه التركايه اللي بعد كده اللي هنحطها على البصلة. بصوا، على ما البصلة تاخد وتدي مع بعض، هنعمل الصوص اللي انتوا بتشوفوه الغامق دوت، اللي بيتحط على الريزو من فوق. اول حاجه هنا انا بسخن الطاسه كويس، تمام؟ وهنزل عليها بعسل ابيض. تمام اهوت، زي ما انتوا شايفين كده. بس اقلب كتير كده عشان ما انساهاش. انا مش عايزاها تغمق زي بصل الصياديه. حبه محترمين كده. بس هنسيبهم بقى شويه لغايه ما العسل يفك معاكي. انت اول ما بتنزلي العسل بيبقى تقيل كده، سيبيه يفك شويه. هو بيفك على طول عشان الطاسه سخنه، شايفين؟ في نفس الوقت عشان ما انساش البصل دوت هحط عليه حوالي معلقتين كده كبار سكر، بس المعلقه دي صغيره. هنحط سكر هنا اهو، وهنحط ايه كمان؟ كل كوبايه رز بتاخد واحده مرقه. المرقه اساسي، مش هقدر اقولك زي كل مره اختياري وكده، لا المرقه اساسي في الوصفه دي. تمام اهي. هنحط هنا المرق كله. انا عامله 3 كوبايات رز، فهحط 3 مرقات. طبعا تخلي بالك بقى من الملح وانت بتحطي المرقه اهيت. وهحط ايه تاني هنا؟ هقلبه بس تقليبه عشان البصل اللي على الوش ده اللي على الجناب ده ما يتحرقش. انا موطيه مهديه النار لاني عايزه البصله تبقى فاتحه، مش عايزاها غامقه زي ما قلت لكم. وهحط ايه تاني يا رويده؟ هحط بابريكا. وده طبعا رز فراخ فهنحط كاري. فين الكاري؟ والله ما انا عارفه، كل شويه اغير مكان الحاجه وانساها، معرفش هبط واسكت امتى. حطينا وعايزين نحط شويه شطه عشان كريم عايز يحط، عايزه سبايسي. بس مش هحط كتير عشان العيال، وفي الاخر هضيف له حاجه كده في الاخر على طبق اللي عايز شطه بس يعني. هنحط صوص ده في الاخر، مش عايزه اشتتكم معايا. انا هنا حطيت ايه؟ لسه ايه؟ لسه الفلفل. حاجه بسيطه كده. وهنبدا بقى اللي اهم حاجه في الوصفه كلها، هو الباربيكيو صوص. ولازم نوع الباربيكيو يبقى نظيف. ده يعني بتهيألي احلى يعني ارخص حاجه حلوه في نوع الباربيكيو. ما تجيبيش النوع وحش، لان قبل كده عملته بنوع
مش عايزه اقول ايه. هنحط معلقه كده كبيره هنا، وهنحط برده معلقه كبيره هنا، معلقه كده محترمه هنا كبيره قوي يعني. بس تمام. انا جبته قبل كده بصوص ف باربيكيو، ما كانش حلو الصراحه، وكانت اغلى من دي يعني. الازازه اللي ما كانتش حلوه كانت اغلى من دي كمان. ويوميها اصلا عايزه اقول لكم كان عندي عزومه. هو الاكل ما اعرفش ليه ما بيبصش الا يوم العزومه. بس هنقلبه كده ونسيبه دقيقه يهري مع نفسه كده. نجيب معلقه للطاسه الثانيه. هنا بقى العسل، طبعا ايدك فيه عشان ايه ما يتحرقش. انا موطيه النار خالص عشان نخلص الصوص ده بقى ونخلص منه ونركنه على جنب. هنحط ايه؟ هنحط برده كاتشب، وهحط يا اختي كنت هاكل، وهحط صويا صوص، وبرده هحط هنا شويه صويا صوص عشان الصويا صوص بتغمق الرز بتطلعه بني زي كنتاكي. انا ما بقتنعش باي حد يقول لي ريزو اصفر، هو الريزو لونه بني من غير ما نحرق البصل ولا اي حاجه. تمام كده. هنا احنا هنا شبه تمام. دقيقه كده اخلص الصوص وارجع للرز. بصوا ده الصوص بتاعنا، بس هتشوفوه دلوقتي لما يتماسك مع بعضه هيبقى كله لون واحد. انا المره دي ما سرعتش الفيديو ولا جريت اي تفصيله عشان انا يعني عايزاكم تعملوه بالظبط كده اهو. ده هنسيبه شويه كده هتلاقيه تقل. هعمل ايه بقى؟ ده عادي صوص عادي مش حار. لو حد عندك بقى بيحب الحار انت ممكن تجيبي اللي هو الهوت صوص ده، وبعد ما تغرفي اللي هم عايزينه كده تغرفي زودي ده بقى على ايه اللي هم عايزينه حار. فانا مش هحطه دلوقتي عشان انا هاكل ولادي الاول، ووقت الفطار بقى ابقى اعمله سبايسي ليا انا وجوزي. ملحقتش النهارده عشان الجمعه وانا جايه من عند ماما امبارح بعد السحور الفجر. ملحقتش بقى اجيب كابوتشا واعمل كول سلو. انا بعملها بصراحه تحفه برده. عايزه اجيب كابوتشا وجزر بس طبعا انتوا عارفين الكول سلو لازم تبات ليله فملحقتش، فممكن اجيبها جاهزه. ده كده مع نفسه بقى هنسيبه مع نفسه. نيجي هنا هغسل الرز وارجع لكم. ضفت الرز ونسيت ان انا اصلا قافله الكاميرا. غسلته وحطيته بس ما عملتش حاجه غير كده. انا هنا بقى يا جماعه وانا بشوح كده الرز شم الريحه اللي انا بقول لكم عليها اللي احنا بنشمها لما نعدي قدام كنتاكي دي. هنا تمام. اكله بسيطه والله العظيم ولا فيها اي تعقيدات، هي بس حواراتها في الصوصات بس. هنا انا هقفل بقى على الصوص اللي هناك ده كده خلاص زي الفل مع نفسه للفطار يتقل اهو. التشويحه بقى اللي بتعمليها في الرز مش الريزو بس، اي رز عامه هي اللي بتطلعه مفلفل ومش لازق في بعضه. نشوحه كده شويه. بصوا لونه ايه من غير ما نحرق البصله. هشوحه شويه بس عشان ما تملوش مني وارجع لكم. ابدا بقى ان انا احط الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبه بقى كده تقليبه واحده صغيره. وانزل بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده زي الفل. حاسه ما ده ولا ايه؟ ثانيه ما نقلب. هي بتبقى يعني عقله فوق الرز، بس انا ما بعرفش الصراحه اعير غير بالكوبايه الصراحه لغايه دلوقتي يا جماعه. ان انا بحط في الكاتل كوبايه الرز اللي بعاير بيها بحط بيها الميه في الكاتل. بس كده احنا زي الفل خلصنا الرز مع نفسه بقى. ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. هنا بقى هحضر معاكم الفراخ. بصوا هنعمل كده تمام. هنجيب ايه بقى؟ مش طايله قصيره وبحط الحاجات فوق. اول حاجه نجيب البقسماط. ده عيش يا جماعه عادي، عيش مطحون
مش عليه اي حاجه خالص، بيبقى طعمه رهيب. عيش الفينو لما بيتبقى بننشفه وبنطحنه بيبقى كده. تمام. وهنحط برضو الناحيه التانية هنا دقيق. عايزه الحق اكلم جوزي يجيب لنا كولسلو جاهزه وهو جاي، عشان احس ان انا عملت الوجبه كامله. هعمل لكم الكولسلو في وقت تاني. حط حبه دقيق محترمين كده هنا. هحط على كله بقى ملح وفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت جايبه البقسماط الجاهز ما تحطيش عليه حاجه. وهنا طبعا عشان الزفاره انا هحط برضو شويه لبن. كل شويه اما اجي اصور لكم حاجه هعملها كريسبي كده بنسى احط اللبن. البيض هحط عليه كده معلقتين لبن ولا حاجه. مش عايزين نكتر الملح عشان الدنيا ايه ما تبهوأش مننا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلاص كده. وهحط برضو هنا وهنا بس كاري وبابريكا فقط لا غير. مش هنحط حاجه تانية خلاص. احنا اصلا متبلين الفراخ يا جماعه. اللي ما شافش فيديو تتبيلات الفراخ انا منزلاه قبل الفيديو ده ب3 فيديوهات تقريبا او 4 فيديوهات. بصوا هنا الرز شرب الميه خلاص، وطيت عليه وهقلبه. هو اول ما بيشرب بتلاقي كله بس طلع على الوش كده. هقلبه ونسيبه بقى مع نفسه لغايه ما يستوي. شايفين اللون؟ اللون تحفه. هو اللون بالظبط من غير ما نحرق بصل ولا نعمل اي حاجه. بس هنا بنقلبه بقى كده كويس. طلعت الطبق بقى وهرتبهم. حطيت اللبن، هحط في الدقيق وبعد الدقيق في البيض وبعد البيض في البقسماط واحطه هنا اهو لغايه وقت الفطار يكون اتشمع شويه فاقليه. ممكن انت عادي يعني. انا الطبقه ديت ببقى ضامنه ان هي ما تفكش فبعملها على الفطار على طول. فممكن ما اشمعوش اخدها بس تنزل في ايه، في زيت يكون بيغلي جامد. واول ما تنزل بنوطي شويه عشان يستوي اللي جوه وما يتحرقش اللي بره. اهي اول واحده اهيت. انا عامله ستريبس وعامله قطع تانية هوريكم بقى في الاخر خالص. اهي دي الكميه. اللي شاف معايا تفريز الفيديوهات اللي فاتت كنت جايبه صدور، فكان صدور امهات وجاي معاها الاجنحه بتاعتها كبيره شويه فعملتها قطع يعني. بصوا الصوص بعد ما برد تقل ازاي بقى شبهه بالظبط. وهتشوفوه برضو وانا بحط الرز عليه. هنا بقى كان قبل الفطار بشويه كتار بحب احضر الصينيه دي بطلعهم من التلاجة. جو يعني مش ساقعه قوي انه مش حر يعني مش هيسخنوا فهيبقوا حلو. ايه كميه مش اللي انا بقولها دي. النهارده بيبسي بقى عشان ايه نعم. ريزو كده فما جبتش تمر. بصوا وانا بحضر الصينيه شوفوا بنتي عملت ايه. رجعنا كل حاجه. في حد كتب لي كومنت وقال لي ازاي بتطبخي يعني باتنين بطفلين وروقان ومش روقان. في حاجات ورا الكواليس يا جماعه انتوا مش شايفينها. انا ممكن اروح انضف مليون حاجه وارجع اطبخ تاني يعني. ربنا يعيننا كلنا. بصوا انا الفراخ مش زي البانيه بقى بطلعها على مناديل وكده، لا بطلعها على هنا عشان تفضل ايه مقرمشه. طلعتها اهي. هي افتح من ده سنه كمان الزيت عشان قاليه فيه البانيه فممكن يكون ايه غمقه سنه. بس هي تحفه تحفه. لسه دلوقتي شامه الروايح. مش قادره اقول لكم والله ما قادره اقول لكم الريحه في البيت عامله ازاي. حطيت بقى الدفعه التانية اللي هي البانيه الستريبس. هخلصها وارجع لكم. يا جماعه هوريكم كميه الزيت اللي نازله دي. لو كانت نزلت على المنديل كانت طرت كل الفراخ اللي فوقيها. هنا بقى هبدأ بقى ايه
اغرف الرز هنا اهو. بحب اغرفه في الاطباق دي اصلا بتاع رز يعني. كان بيجوا 4 في الطقم كده، 4 اشكال مختلفين. بنعملها كده وقت الحبشتكنات. هتدلقي القهوة يا ديدا؟ يا مش مهم، دلق القهوة خير. يحتاج يتنضف صح. حاضر مش هنضف يعني اطبخ لهم بس. لا ما انا بقى هعلم العيال الفتره الجايه ان شاء الله ان هم يصوموا. بسم الله ما شاء الله. وانا كمان هبقى بعد ما فطرنا بقى لازم ترويقة خفيفة كده. النهارده انا قلت له ما تجيبليش حلويات جاهزه، زهقنا بقى كل يوم سكريات سكريات، بنتقل بعد الفطار جامد. فقلت له النهارده هاتلي فاكهه وهاتلي كنافه وانا هعمل انا الحلو. هعمل لكم صينيه كنافه دلوقتي عالميه والله. للي ما بيحبوش يعملوا كنافه طبقتين زيي هتعجبكم دي. انا بعملها طبقه واحده وبتبقى جميله قوي بالكريمه والكمبوت، بتبقى رهيبه. شوفوها دلوقتي هتعجبكم. بعد ما تروقنا بقى وجوزي نزل طبعا نخش على المواعين. خلصتها. وكان عندي شوية فراولة بقى لسه من الفاكهة بقى. انا على طول بعصرها يعني، على طول بعملها عصير، بس بما ان احنا في رمضان والبيت عصاير كتير وكان جايب لي تمر وهو جاي على الفطار مشربناهوش، فقلت لا خلاص كفاية عصاير. انا هعملها ايه بقى؟ هقطع الفاكهة كده في علب واحط عليها سكر، بتنزل مية كده بتبقى جميلة قوي. بالليل واحنا بنتسحر بنجيب اللي هي الزبادي البلدي دي وبنحطها عليها، بتبقى رهيبة. بتبقى حلوة قوي قوي بجد، احلى كمان من لما بتجيبي الزبادي اللي هي القطع ديت وبيقولوا عليها كلام كتير مش حلو. فخلينا احنا نعملها في البيت احسن. والزبادي البلدي بتبقى مغذية قوي بجد للاطفال يعني، اكتر من الزبادي اللي هي بفاكهة. فاحنا نقطع الفاكهة كده ونحطها لهم. بقطع الكيوي بقى. جيت هنا بقى بعد ما خلصت قلت هعمل بقى حاجة حلوة. ما عملتش اي حاجة حلوة من اول رمضان، كنا بنجيب جاهز. فده اول حاجة. هعمل صينية كنافة بكمبوت الخوخ. هوريها لكم حلوة قوي وخفيفة. اول حاجة بعمل العقد اللي هو الشربات. كوبايتين سكر على كوباية وربع مية وليمونة، وبسيبهم على النار. وكنت بسيح السمنة ديت على تعالي عايزة تنامي. بسيحها على النار. الصراحة انا ما عجبنيش طعم السمنة ديت في الحلويات يعني، مش قوي قوي زي جنة وروابي. وكان جوزي جايب لي الكنافة دي على الفطار، بس ما لحقتش اعملها طبعا لان الاذان كان هيأذن. انا بجيب الكنافة دي نص تمام. انا الصينية دي بعملها ربع كنافة، لاني بعمل طبقة واحدة مش بعمل طبقتين. وعليهم سكر حسب الرغبة. حطي معلقة واحدة لان ده زاد معايا شوية. انا كنت حاطة 3 معالق هنا بس كانت مسكرة. فحطي معلقة واحدة سكر بودر. وهنا بقى ايه ضغطتها بايدي كده وتمام التمام، ودخلتها الفرن. وحطيت فانيليا في الشربات. السكر عندي كان المطحون خلص، فقلت اطحن شوية كمان عشان الكريم شانتيه. كنت جايباه من غير سكر وكده. ده تمن كريم شانتيه. بيعمل حوالي كوباية وربع. ده حلو قوي للصينية، وكتير كمان كتير قوي على الصينية كمان اللي انا عاملاها. بصوا انا هقول لكم عاملة انهي مقاس صينية. اي طقم بيجي 3 صواني. هي انا عاملة الصينية الوسطانية لاني مش عارفة بالرقم الصراحة. وحطيت الكريم شانتيه والسكر وكوباية مية وشوية. وقلت بقى مش مستاهلة اطلع المضرب بقى الكهربائي وكده واقعد اعمل مواعين واشيل واغسل واعمل، لان انتوا زي ما انتوا شايفين انا غسلت مليون مرة مواعين. جماعة انا واقفة من بعد الفطار والله العظيم ربنا يعين كل ام عندها اولاد على كل ده. هنا انا عورت نفسي، عورت ايدي التانية ديت. جبت بقى الكمبوت ده. بصوا انا الوصفة دي بعملها من قبل ما اتخطب تمام. فدخلت عشان من زمان ما عملتهاش وكده، فدخلت على القناة بتاعتنا هنا جبت الفيديو عشان اشوف انا كنت بعملها ازاي وكده، عشان انا زهايمر. فكنت بقول لكم في الفيديو جماعه انا جايبه كمبيوتر خوخ ب25 جنيه في الفيديو القديم. انا النهارده جايباه ب110. الفيديو ده كان من 4 سنين تمام.
انتوا متخيلين؟ اصلا عنوان الفيديو كاتبالكوا جماعه عملت لكم صينيتين كنافه ب50 جنيه. انا اصلا جايبه الكمبوت لوحده ب110. ربنا يعين الناس كلها والله العظيم. ده كريم الشانتيه طبعا اهوت. انا سبت طبعا الكنافه طلعت وسقيتها بالشربات زي ما شفتوا. وسبتها ارتاحت خالص خالص. كان الكنافه والكمبوت في اول ما التلاجة. بردت يعني اول ما حطيت عليها الكريمه والكمبوت، بس بعد ما بردت خالص شايفين وشربت العسل كله. طبعا لسه بقى احنا ايه، مش هنخرج من المطبخ احنا ان شاء الله في الاخره، هنخرج في الاخره. ماشي يا ديدا. وهنعمل لسه السحور ومواعين السحور ومش هنمشي من على الحوض. لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه لو انتوا جداد معانا، بجد نتشرف بيكوا والقناه تكبر وتحلو بيكوا اكتر واكتر. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامه.